عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديجو، شركة دي ديزاين. احنا فين؟ احنا في موقع اسكندرية. بالمناسبة فتحنا تعاقدات في اسكندرية. هنتكلم على الشقة دي احنا استلمناها متشطبة بالكامل زي ما حضراتكم شايفين. كسرنا كل التفاصيل اللي فيها، وده مصطلح التجديد، ان احنا بنكسر ثم نعيد تأسيس من الاول وجديد، ثم نعمل تفاصيل شغلنا. هنتكلم بقى ان احنا دايما لما بننزل اي سايت ما بننزلش السايت غير بعد الابروف بتاع التصميم. يعني احنا بنصمم وندي نقول للعميل نشوف احتياجاته ونصمم، وبعد كده نشوف التفاصيل بالكامل وننزل نشتغل. هنتكلم على الشقه دي. كان العميل طالب مننا ان الغرف توسع، وعايز الليفنج وعايز الحمامين منفصلين، لحمام الماستر منفصل والدريسنج معاه، وحمام التاني للبنات. وعايز هقول لكم بقى التفاصيل بتاعتها. نخش اول حاجه، دخلنا من على الباب. من هنا على يميننا المطبخ. طبعا المطبخ خلينا فتحه الباب متر وسنطرناها في النص، وتفاصيلها بالجوه دي نخليها في الاخر بعد تشطيب المطبخ. هقول لكم المطبخ هيتشطب ازاي. نيجي بعد كده على الدخله. دخلنا الانترانس، كان معانا هنا حمام ضيوف. طيب حمام الضيوف لغيناه، عملناه في حمام الماستر، وبرزنا حته متر في متر 20. طيب الحته دي والانترانس ده هيتعمل فيه ايه؟ هوريه لكم في التصميم في الاخر. هنا وهنا الانترانس واللوبي هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى اصبح ده حمام للماستر. نخش بعد كده. كان برضو الحمام التاني زي ما حضراتكم شايفين، برضو اللي هو اللي جوه برزنا. كان في هنا معانا عمود، وهتشوفوه من لما نخش الحمام. برزنا متر، خصصنا دي كابينه منفصله للحمام الاولاد. سريعا كده الفرش معانا هنا السفره، معانا هنا البوفيه والاثنين نيش، معايا هنا الانتريه بالكامل، ومعانا هنا مكان للتلفزيون. نخش بقى على الحاجه المهمه والشغل التركات اللي احنا عملناها في السايت. اول حاجه واجهتنا صعوبه في السايت ده، ان السايت ده سوليد سلاب. يعني ايه سوليد سلاب؟ ان القمر في كل حته، واصبح التعديلات المعماريه بتبقى مش احسن حاجه وبتتعبنا. نخش بقى هنا على الحمامات. اول حمام، ثانيه واحده كده. اول حمام دخلنا، دي اللي كان بارز في الريسبشن. معانا على يميننا القعده، وزي ما حضراتكم شايفين مفرغين ليها ومفرغين لخزان الدفء. معانا الحوض. شوفوا بقى العمود احنا عملنا فيه ايه. ده العمود. شوفوا بقى حضراتكم، تعالى كده يا احمد عدي. شوفوا بقى العمود. اصبح ان انا عملت مساحه للكابينه مخصصه، شكلها حلو جدا، وحطيت الكاميرا معاها زي ما قلت لكم، شغل سوليد سلاب. اصبح ان هي محدده الكابينه، شكلها محترم. بعد كده على الحمام التاني موجود معانا. ده الغرفه دي زي ما انتم شايفين، هنا كانت لحد هنا كده، كانت متقفله بالطريقه دي. طيب احنا عملنا ايه؟ خدنا من الغرفه الثانيه، عملنا دي جزء خاص بالدريسنج. عملنا هنا سرير 180 محترم، سرير 180 هنا، سرير 180، وهنا مكان الدريسنج. نخش بعد كده على الحمام ومكان التلفزيون في الحته دي. نخش على الحمام نشوف عملنا في الحمام ايه. دخلنا الحمام. طبعا احنا واجهتنا مشكله ان احنا ما ينفعش. انا كان نفسي، كنت املا ان انا ادخل البلكونه دي مع الحمام واعمل هنا الشاور، بس طبعا ده ما ينفعش. اجراءات هنا العماره ما ينفعش. فاحنا دخلنا الحمام. اول لما دخلنا معانا هنا في وشنا هنا الحوض، هنا في الحته دي حوض 65. دخلنا بعد كده هنا دي القعده، وبرضه نفس الموضوع. ده حمام الضيوف اللي قلت لحضراتكم عليه اللي انا لغيته. نخش بعد كده معانا هنا، حطينا هنا الجاكوزي هيبقى 70، وفي ممر حركه 40 سم. وهنا ده الشباك ده هيتقفل، وهنعمل في اعمال السباكه من فوق رين شاور والجاكوزي. اصبح الحمام شكله حلو جدا. احنا عدلنا في الشقه حاجات كتيره جدا جدا جدا. فاحنا لما بنتكلم، ثواني يا معلم، ثواني يا ريس، نطلع بعد كده، ثواني. نطلع بعد كده على غرفه الاولاد. ده الطرقه معانا. غرفه الاولاد كانوا طالبين مننا ان احنا نعمل 3 سرير وليس 2 سرير. فعملنا سرير متر كومود، سرير متر كومود، سرير متر، وهيبقى معايا هنا 40 سم. معانا طبعا هنا
ده ممر غير مستغل، حطينا هنا مكان لمكتب ومكان لتسريحه ومكان للتلفزيون، وهنا هناخد دولاب حرف ال. طيب هتقولي ارجع ورا كده فريد. هنيجي بعد كده لو خدتوا بالكم ان التصميم معانا او الشغل هنا سوليد سلاب، معانا هنا قمره سقوطها 60 في الغرفه. شوفوا ده هنعالجها ازاي في الديكور. نخش بعد كده على الليفنج. الليفنج معانا هناخد الركنه حرف يو هنا، وهنحط التلفزيون على العمود ده. طب يا باشمهندس هتحط التلفزيون وهتكسر في العمود؟ لا، ده هيتجلد طوب وهنطلع ونحط منظومه التلفزيون بالكامل. فاحنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ بنتكلم ان احنا اما بنيجي ننزل نرفع مقاسات ثم بعد كده نتخيل الافكار معانا، نتخيل نعمل تصميم واثنين وثلاثه، ونعمل تصميم ممكن العميل يوافق عليه، احنا ما نوافقش عليه، يبقى في احسن نعمل تصميم واثنين وثلاثه، لا المطبخ بتاع التصميم الثاني مع التصميم الثالث، ندمج الحاجات دي كلها، نعمل شقه زي ما حضراتكم شايفينها كده بتفاصيلها. وعلى فكره شغل الشقق المتشطبه بنفورها بيبقى اصعب من ان انت تخش شغل على الطوب والمحاره. شكرا لحضراتكم.